سلام البنات، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم حتى خير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. البنات اللي طلبوا مني الطريقه ديال كيفاش وجدت الفول السوداني اولا الكاوكاو. قلت علاش ما نديرش لكم فيديو خفيف ظريف. عجباتهم الطريقه وبزاف البنات قالوا لي عافاك الا ما شاركي معنا الطريقه كيفاش كتوجدي الكاوكاو في الفران. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. هنا عندي كيلو ونص ديال الكاوكاو ويطرو ديال الماء طايب، جوج طريفات تاوع الحامض، وغنشعل عليه النار حتى كيطلع فيه الغليه. غير كتبان لي يبان لي داك الكاوكاو بدا كيغلي، صافي غنطفي عليه النار وغنحيد له ديك القشره، غنفسخو نحيد له ديك القشره وكنشفوه مزيان من داك الماء. اما كتمسحوه بشي منديل، اما كديروه في شي شبكه وكتخليوه حتى كيتصفى مزيان من داك الماء. على هاد الطريقه هذه كنفسخوه كامل، نحيدوا ليه ديك القشره وكنشفوه من الماء كيف ما كتشوفوا راه ناشف من الماء. صافي وغناخد طاوه ديال الفران، غنزيد عليه قياس نص كاس ديال الزيت. هاد الطريقه اللي انا درت الكاوكاو راه كتجي احسن من اللي كنقليو في الزيت، كيجي ناشف من الزيت وكيجي مقرمش، كتجي فيه ديك التقرميشه ديال اللوز. صافي على هاد الطريقه هذه كنبقاو نلبسو دوك الحبات ديال الكاوكاو بالزيت كاملين باش كيساعدنا في التحمار، دغيا دغيا كيتحمر وكيجي مقرمش كيف ما كتشوفوا. صافي غندخلو للفران، ما كنغفلوش عليه اولا ما كنحبسوش عليه من التحريك، كنبقاو مره مره نحركو داك الكاوكاو باش كياخذ لينا اللون موحد. كناخذ معلقه ديال الخشب وكنبقاو هكايا نحركو فيه حتى كيوجد لينا هاد الكاوكاو. هنايا من بعد ما وجد الكاوكاو وتحمر وخدا هاد اللون الذهبي كيف ما كتشوفوا، راه كيجي بحال الا قليناه في الزيت. هذا راه كيجي صحي على اللي كنقليو في الزيت. وكيف ما كتعرفوا راه الكاوكاو اولا الفول السوداني كيكون ميدم، كيكون فيه الزيت. هذه هي الطريقه باش كنقصوا من الزيت اللي كيكون فيه اولا كيجينا ما كياخذش داك الزيت بزاف. هذه هي الطريقه. من بعد ما برد راه ملي كيبرد راه كيزيد يعطي اللون ديالو، كيزيد داك اللون ديالو كيزيد يتغمق كيف ما كتشوفوا. هذا هو الفول السوداني اولا الكاوكاو من بعد ما حمرناه في الفران، كيجي على هاد الطريقه هذه. السر ديال هاد الكاوكاو هي ديك نص كاس ديال الزيت، كيجي بحال الا قاليينو في الزيت كيف ما كتشوفوا. هذه هي الطريقه. بزاف البنات طلبوا مني نشارك معاهم الطريقه، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. هذه هي الطريقه ديال الكاوكاو، كيجي ناشف من الليدام، ما كيجيش مزيت بزاف، وكتجي فيه ديك التقرميشه اللي كنا كنعرفوا التقرميشه ديال اللوز. وما كيجيش الفرق، ما كنعرفوش الفرق ما بينه وبين اللوز. صافي من بعد ما وجد الكاوكاو غنتسنى عليه حتى يبرد باش عاد غدا نطحنو. وهاد الطريقه راه هي المعتمده عندي اللي كنوجد بها الكاوكاو. هنايا غادا نطحن هاد الكاوكاو كيف ما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك واشتراك في القناه. خليو لي في الكومنتير قولوا لي كيفاش جاتكم الطريقه ديال اللي وجدت بها انايا الكاوكاو. اعطيوني الراي ديالكم، قولوا لي كيفاش جاتكم الطريقه. هنايا من بعد ما طحنت هاد الكاوكاو كيجي على هاد الطريقه هذه كيف ما قلت لكم، راه كيجي ما كاينش الفرق بينه وبين اللوز، ما كيبانش كاع راه واش الكاوكاو. والسر ديال هاد الكاوكاو هما دوك جوج طريفات ديال الحامض، هما اللي كيبدلوا المذاق ديال الكاوكاو وكيخليو هاد الكاوكاو يجي بحال الا اللوز ماشي الكاوكاو. بزاف الناس ما كتعجبهمش البنه ديال الكاوكاو اولا البنه ديال الفول السوداني، لحقاش كاملين كنعرفوا الكاوكاو كتكون فيه ديك البنه مجهده اولا كيكون فيه داك المذاق اللي بزاف الناس ما كيعجبهمش. والصراحه حتى انا وحده من هاد الناس ما كانش كتعجبني البنه ديال الكاوكاو بتاتا، وحتى جربت هاد الطريقه ديال الكاوكاو
ما بقاش عندي المشكل ديال اللي كان عندي شحال هادي، ما كانش يعجبني كاع البنه ديال الكاوكاو. وبهذه الطريقه كيجي بحال الا لوز ماشي الكاوكاو. وحتى الطريقه ديال فاش ديال الطحين ملي طحنته راه عطى اللون ديال اللوز ماشي ديال الكاوكاو، وكتجي فيه ديك البنه ديال الكاوكاو. البنات زيدوا فيه قطرات ديال المزهر ملي تبغيو تسلقوه. الا كيعجبكم المذاق ديال المزهر زيدوا فيه قياس نص كاس ديال المزهر. وبهذه الطريقه راه كيجينا هذا الكاوكاو من السم بالمذاق ديال الحامض والمذاق ديال المزهر. والان وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم سلام عليكم، تبقاو على خير، خليت لكم الراحه في امان الله.